السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبيباتي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله بإذن الله فيديو جديد كده نبدأ كده بدعاء اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بصوا يا بنات الفيديو انا هنشوف فيه مشتريات الشهر ايه، وهنسيح كده كيلو من السمنة البلدي. منها هنستخدمه كده كده احنا هنسيح عشان خاطر دخول كمان شهر رمضان ان شاء الله بإذن الله. مع السمنة اللي إحنا هنجيبها يبقى الاتنين يسندوا مع بعض. بُصّوا يا بنات اللي لسه ما بتعرفش تسيّح من السمنة البلدي اللي هي الزبدة يعني تحوّلها لسمنة، هي سهلة جدًا وما فيهاش أي حاجة، هي إن أنتِ بتحطّي السمنة بتاعتِك على نار هادية خالص وتسيبيها تقلّبيها كده كل يعني 5، 10 دقايق تدّيها تقليبة عشان خاطر مش تشيط منِّك من تحت. بُصّوا هنا أنا لسه كانت لسه فيها كمان قطعة متلجة أهي. أنا حاطاها على نار هادية، بادّنّها لحد لمّا تصفى خالص وتعمل بُصّوا تبقى شفّافة كده، بتنزّل المُرْسة بتاعتها تحت. أنا باسيبها خالص لمّا تصفى خالص، وبعد كده لمّا بتهدى باروح حاطاها في علبة، تحطيها في علبة، تحطيها في برطمان وتسيبيها كده على رخامة المطبخ لحد لمّا تاخد درجة حرارة الغرفة. بُصّوا يا بنات الحمد لله مش لازقة منّي ولا محروقة ولا حاجة، وديّة شوية المُرْتة اللي هي مطلّعاهم. هاركنها بقى كده على الرخامة خالص لحد لمّا تهدى خالص، وبعد كده بادخّلها التلاجة. وأنا باسيّحها باحط لها يا بنات كده ذرة ملح ما بين صوابعِك. تعالوا بقى نشوف إيه المشتريات بتاعة الشهر بتاعنا بتاعة شهر 2. بُصّوا أنتم عارفين إن أنا ما باجيبش مشتريات كتيرة over يعني، وإن أنا أملى بقى الرخامة بالحاجات. أنا باشوف كل شهر باعمل جرد لضرفة الخزين اللي عندي، وباشوف إيه الحاجات اللي ناقصاني وباجيبها. أنا يا بنات قبل كده قايلة لكم إن أنا ما باجيبش الرز، لإن أنا عندي الرز فعلًا في البيت، لإن أنا باشتري الرز بالسَنة. أنا باشتري الرز شعير، ولمّا باحتاج الرز بابيّض عندي الرز الشعير بابيّضه باودّيه مضرب الرز أو اللي هي المكنة اللي بتخلّي الرز الشعير رز أبيض. وكل كام شهر كده باعمل لي حبّة يكفّوني المدة اللي أنا عايزاها يعني. أنا باجيب كل شهر المكرونات بتاعتي، وباجيب أنتم عارفين إن أنا باخد 2 كيس سُكّر بس في التموين، فباشتري عليهم كيسين تانيين. وإحنا لسه في الخزين اللي إحنا عاملينه لشهر رمضان، إحنا اشترينا كمان كيسين سُكّر غير دُولي، فيبقى أنا كده عندي هيبقى عندي كمية سُكّر كويسة يعني، زائد إن إحنا برضه شهر رمضان هيهِل علينا شهر 3 هيبقى في تموين، ويبقى في برضه مشتريات تانية بتاعة شهر 3 إن شاء الله بإذن الله. جِبت كمان علبة سمنة صغيّرة، وجِبت كمان رُبع من شاي الوردة، وجِبت إزازتين من الزيت كده. أنا جِبت 10 مكرونة عشان بس ال 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 تكوني مركّزة معايا في الفيديو. جِبت 10 أكياس من المكرونة، وجِبت كيسين من السكر، وجِبت إزازتين من الزيت، وجِبت علبة سمنة صغيّرة، وجِبت رُبع شاي. وجِبت كمان كريسبي، وجِبت كمان بهارات. طبعًا أنا عندي مجموعة بهارات إحنا كنا جايبينها مع بعض. أنا شُفت إيه الحاجات اللي إحنا عاينينها مع بعض مخزّنينها مع بعض في تحدّي ال10 جنيه بتاع شهر رمضان. فأنا شُفت الحاجات اللي ناقصاني وجِبتها في التوابل بتاعة الشهر ده. جِبت إحنا عارفين إن إحنا الفلفل الأسمر بنستهلكه كتير، فجِبت فلفل أسمر تاني، وجِبت كمون تاني، جِبت بقى أعواد قرفة خشب ما كنتش جايباها في حاجات رمضان، جِبت حبّهان ما كنتش جايباها في حاجات رمضان، جِبت بابريكا. فالحاجة اللي كانت ناقصاني هي اللي أنا جِبتها في مشتريات الشهر. جِبت كمان إيه يا بنات، جِبت فول تدميس، فول للفول يعني ندمّسه فول، وجِبت فول مدشوش عشان خاطر نبقى نعمل طعمية إن شاء الله بإذن الله تمشّي معانا الفترة اللي هي قبل شهر رمضان، وممكن كمان تعمليها في رمضان. جِبت كمان معايا ربع من العدس الأصفر، وجِبت نُص كيلو من الرز البسمتي. وكمان جِبت دقيق يا بنات، ما فيش غنى عن الدقيق عندِك في البيت. دوّة دقيق سميد أنا شايلة قبل كده في مشتريات رمضان في اللي هو تحدّي ال10 جنيه، كنا جايبين دقيق سميد، وده برضه جِبت تاني في مشتريات الشهر مش هيخسّر معايا. وإحنا عارفين إن إحنا كده، كده بتعملي حاجة حلوة في البيت لولادِك، يعني من الحاجات اللي بتبقى حلوة في البيت موجودة عندِك. وجِبت كمان 2 كيلو من الدقيق، طبعًا ما فيش غنى عن الدقيق، لازم يكون موجود عندِك في البيت. هتعملي صينية كيكة، هتعملي شوية قرقيش كده لولادِك مثلًا يتعشّوا بيهم، فما فيش غنى عنهم. دي كده كانت مشترياتي البسيطة.
المكرونة والبهارات الحاجات اللي ناقصاني، وجِبت السمنة والشاي والزيت والكريسبي ده يا بنات أنا لسه عندي كريسبي اللي هو الأصفر اللي إحنا بنجيبه من عند العطار لسه عندي شوية هاخلطه عليهم. وآدي عندي الفول الفول المدشوش، وآدي العدس. لحد هنا خلص الفيديو. اللهم اجعلني خيرًا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، واللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.